ايه اللي هيحصل لجسمك لو قعدت تشرب كل يوم من المشروبات الغازية؟ اكيد كلنا سمعنا ان المشروبات الغازية بتعمل هشاشة في العظام. بس هل الموضوع ده بجد ولا كدبة اتقالت لنا علشان نبطل نشرب الحاجات دي؟ في الاول كده تعال نجيب اي نوع من المشروبات الغازية ونبص على المكونات بتاعته. هنلاقي في مركب بيتكرر في كل مشروب غازي، سواء بقى طعمه او حتى ريحته. المركب ده اسمه الفوسفوريك اسيد، وفي شركات بتحطه بالكود بتاعه اللي هو الاي 386. المركب ده بقى مصيبة، لان المركب ده من اساس تركيبه الفسفور، والفسفور الدم بتاعنا لازم يكون محافظ على نسبة ما بينه وما بين الكالسيوم. والكالسيوم عندنا نوعين، نوع في العظم ونوع في الدم. فلما انت سعادتك بتروح تشرب المشروب الغازي، معنى كده ان انت بتدخل فوسفور زيادة في الدم بتاعك. الدم بقى يعمل ايه وجسمك الذكي يعمل ايه؟ يروح رايح على العظم مطلع الكالسيوم عشان يوازن ما بين الفسفور والكالسيوم اللي موجودين في الدم. فيقوم العظم بتاعك يتسحب منه كالسيوم مرة ورا التانية، تلاقي ان الكالسيوم اتسحب معظمه من العظم. ومن هنا العظم بيبدأ يفرغ وبتبدأ تظهر فراغات كبيرة، ودي اللي اسمها هشاشة العظام. الناس اللي بتتعرض لأي وقعة هنا وعندها هشاشة العظام بتنكسر. فموضوع الهشاشة ده طلع بجد، مش كدبة اتقالت لنا قبل كده. طب المادة دي فايدتها ايه؟ المادة دي بيستخدموها عشان يعادلوا حلاوة السكر اللي موجود في المشروبات الغازية، فيدخل لك سكر بكميات كبيرة وانت مش حاسس. يعني مصيبة المشروبات الغازية مش بس في هشاشة العظام، لا، في كمية السكر اللي بيخش لك كمان. لو جبت حلي كوباية شاي عندك وزودت فيها مثلا 5 أو 6 معالق، هتلاقي نفسك جزعت كده بسبب كمية السكر. انت ممكن تاخدهم عادي في مشروب البيبسي أو مشروب الكولا وانت مش حاسس بكمية السكر دي، مع ان ممكن السكر في علبة الكان الواحدة ممكن تكون واصلة ل8 معالق وانت نفسك ما بتجزعش منه بسبب المادة دي. وازيدك كمان من الشعر بيت، المادة دي بتخش في تركيب الميك اب. الناس اللي ما بتشربش بيبسي بس بتحط ميك اب، فانت بتدخلي برضو الفوسفوريك اسيد لجسمك، لان البشرة بتمتص المادة دي. فلو انت بتشتري ميك اب فلازم تركزي في المكونات اللي بتبقى موجودة فيه، لان لو في فوسفوريك اسيد فانت كده معرضه ان يجيلك هشاشه في العظام. بالاضافه كمان ان الماده ديت اصلا استخدامها الاساسي ازاله الصدى والترسبات، بيستخدموها برضه في المنظفات وتلميع المعادن. فانت اكيد لو بتشربها اكيد ما عندكش صدى جوه انت عايز تنضفه. الماده ديت خطورتها عاليه، هي بيتطبق عليها مثل بيدسلك السم جوه العسل. فيا ريت نخلي بالنا، ولو عرفتوا خالص تبطلوا المشروبات الغازيه يا ريت تبطلوها. ابعت بقى الفيديو لاي حد فاكر ان البيبسي او المشروبات الغازيه مفيدة لصحته.